طارق ولد سنة 50 في الجزائر. نعم. ولد طارق وهو من أصل بربري. طارق بن زياد من الجزائر، والأمير عبد القادر الجزائري، وبن طارق بن زياد فاتح الأندلس لم يكن من أصل عربي، ولد في خنشلة في الجزائر من قبيلة نفزة الأمازيغية. طارق. وفي الفترة دي اتولد طارق بن زياد في الجزائر بمدينة خنشلة عام 50 هجريا، وينتهي عام 50 هجرية بخنشلة في الجزائر من أصل أمازيغي. أما بقى المؤرخ جهاد الترباني في كتابه العظماء 100 في الإسلام غيروا مجرى التاريخ بيقول في الصفحة رقم 79، بيقول: كم أخرجت لنا الجزائر من أبطال هذه الأمة، فأخرجت لنا العديد والعديد مثل طارق ابن زياد. ده في إجماع يا جماعة على الكلام ده. رسول قائد المسلمين. سلام على من اتبع الهدى. أنا رسول قائد جيش المسلمين الأمير طارق بن زياد. وماذا يريد منا أمير؟ قد جئنا إلى هذه البلاد لنشر رسالة الإسلام، لذا أسلموا تسلموا، أو تفتحون الأبواب وتسلمون المدينة فننشر فيها العدل والسلام. ونحن نضمن لكم ألا ندخل كنيسة، ألا نكسر صليبا، ألا نجبر أحدا على الدخول في دينه، وتدفعون مقابل ذلك جزية معلومة أو ماذا؟ أو السيف بيننا، فنحن لن نصبر طويلا أمام الأسوار. خلفي رجال يتوقون أن يتسلقوا الأسوار ليموتوا هنا في سبيل الله دفاعا عن الدين الحق. هل تفهموني؟